الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي هو ان النادي الاهلي بيعاني من عقم تهديفي، حيث ان هو ما سجلش ولا هدف من يوم 26/11 امام استاد ابيجان، وبعد كده اتعرض لماتش البنك الاهلي ثم ماتش اورلاندو ثم ماتش باتشوكا، والثلاث ماتشات خلصوا بالتعادل السلبي. فالنادي الاهلي دلوقتي قدام تحديين، وعلشان ندخل في موضوع التحديات ده بسم الله الرحمن الرحيم صلوا وسلم على اللي يشفع فيا وفيك، وما تنساش ابدا ابدا الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين ان ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. وما تنساش في البدايه لايك شير كومنت تاج، ويلا بينا نبدا حلقتنا. ومحتوى حلقه النهارده نقاط القوه والضعف وتشكيل فريق النادي الاهلي امام شباب بلوزداد في المباراه المرتقبه للجوله الثالثه. التحدي الاول اللي بيقع فيه مارسيل كولر في ماتش شباب بلوزداد هو كسر الصيام التهديفي، اما التحدي الثاني هو السعي وراء تعزيز الرقم امام شباب بلوزداد الذي لم يفوز على النادي الاهلي ولم يسجل في شباك النادي الاهلي طوال 4 مباريات سابقه. مشاكل دفاعيه بالجمله بيقع فيها فريق شباب بلوزداد هنتكلم عنها خلال الحلقه، ولكن لابد من الحذر. فريق شباب بلوزداد فريق مميز جدا جدا على المستوى الهجومي، وحاليا بيحتل المركز السابع في الدوري الجزائري، ولكن ازيدك من الشعر بيت ان هم حاليا رغم ان هم في المركز السابع الا ان هم متأجل لهم 3 ماتشات كامله، وهو حاليا الفريق الرابع من حيث عدد الاهداف، مسجل 12 هدف ومستقبل 5 اهداف فقط لا غير، وكل الكلام ده خلال 10 ماتشات. بعد الهزيمه المدويه من فريق اورلاندو بايرتس في ملعب الجزائر، شباب بلوزداد اعاد التوازن من جديد للمجموعه اللي هو واقع فيها بالفوز طبعا على استاد ابيجان في ملعب كوت ديفوار، وحاليا هو عايز يواصل اعاده التوازن من جديد بتحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي في قلب القاهره. وطبعا كلنا عارفين ان المباراه الرابعه هتكون في ملعب الجزائر مع نفس الفريق شباب بلوزداد. لذلك كعادتنا في حلقات عقل الماتش خلينا نتكلم عن اهم مميزات واهم عيوب فريق شباب بلوزداد وابرز اللاعبين اللي بيتم عليهم البيلد اب او بناء اللعب. فريق شباب بلوزداد في المباراه اللي خسر فيها امام اورلاندو بايرتس، اورلاندو لعب بطريقه المان تو مان والمواجهه من التلت الهجومي بتاع فريق اورلاندو، يعني ما ادالهمش مساحات كبيره قوي للتقدم، ولكن في تفصيله صغيره حابب ان انا اتكلم عليها، وهي ان فريق اورلاندو ما هواش الاهلي والاهلي ما هواش اورلاندو، لان النادي الاهلي مع مارسيل كولر بيبدا الضغط من وسط الملعب، يعني بيسيب الحريه الكامله للفريق المنافس ان هو يبدا لعبه ويبني لعبه من نص ملعبه. وطبعا نظرا للاصابات اللي موجوده عندنا امثال طاهر محمد طاهر، وكمان عندنا نقص شديد جدا في بعض المراكز في الملعب، ده اللي هيخلي مارسيل كولر يلتزم بالخطه بتاعته زي ما هي، وعدم البدء بالضغط على المنافس من التلت الاول في ملعبه. عبد القادر عمراني وهو مدرب شباب بلوزداد وهو مدرب هجومي بحت، وبيعتمد بشكل كبير جدا على التحولات من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية بالاعتماد على الظهيرين والأطراف واللاعب بن غيط وهو وسط الملعب، ودي هي الطريقة بتاعة بناء اللعب لفريق شباب بلوزداد تحت قيادة عبد القادر عمراني، واللي بيلعب بطريقة 4-4-1-1، واللي بيتبقى منها بس 2 لعيبة مدافعين بيقفوا على دايرة السنتر للتوقع للهجمات المرتدة اللي بتحصل من الفريق المنافس، وبيبدأ الظهيرين بالتقدم ولعب باص سريع كده او باص شورت مع الاثنين الجناحات، ويبدأ اسلام سليماني وهو المهاجم الصريح اللي هيبقى موجود مع فريق شباب بلوزداد ان هو يبدأ يضغط على ال 18 وفي ظهره على طول صانع الالعاب بن غيط. مش عايز انسى اقول لك ان هم بيعملوا ستريتش كبير قوي للملعب للخارج علشان يخلي في تخلخل ما بين الخطوط بتاعة الفريق المنافس. رؤوف بن غيط وهو اللاعب الاكثر تميزا في تشكيل عبد القادر عمراني، وهو اللاعب المثالي جدا بالنسبه له اللي بيقدر يبني عليه اللعب لو تم التمسك بشكل كبير جدا من وسط ملعب النادي الاهلي عن طريق مروان عطيه واكرم توفيق باللاعب رؤوف بن غيط، وهو كده هيشل بالكامل حركة اللعب لفريق شباب بلوزداد اللي برضه بيقدر ان هو يوزع كرات على الاطراف، خصوصا للاعب محيوس اللي هو الوينج الايسر لشباب بلوزداد، والوينجات دول بيقدروا يعملوا كات انسايد لقلب الملعب، وده كله بمساعدة بن غيط بالاضافة كمان للاثنين باكات سواء الظهير الايمن او الظهير الايسر. هي دي الطريقة اللي بيعتمد عليها عبد القادر عمراني، وهي الاعتماد زي ما قلت لك على الباكات وعلى
الجناحات. لكن تعالى بقى نتكلم على العيوب والديفوهات اللي كانت ظاهره جدا جدا في اهم ماتشين من ماتشات شباب بلوزداد اللي فاتوا. والماتش الاولاني هو امام شبيبه الثوره الجزائري برضو في الدوري المحلي، والماتش الثاني في دوري ابطال افريقيا امام اورلاندو بايرتس. طبعا نتيجه الهجوم الكاسح اللي بيبدا بيه شباب بلوزداد، فانا عايز اقول لك ان بيتبقى 2 لاعبين موجودين على دايره السنتر، ودول اللي بيحاولوا التصدي للهجمات المرتده والبيلد اب اللي بيتعمل من الفرقه المنافسه، وبناء عليه بيكون الدفاع خالي تماما. يعني اي كره مرتده للعيبه تقدر تتحكم في الكوره صح وبشكل مميز جدا، هتنتهي الكره دي بهدف وتقدر تخلص الماتش من بدري. دي الطريقه اللي بيعتمد عليها عبد القادر عمراني، وهي الهجوم الكاسح، والدفاع للاسف ما هوش احسن حاجه. بالاضافه كمان حتى لو الدفاع واقف في نص ملعبه وواقف مستقر تماما، الا ان هو بيكون فيه تخلخلات باينه جدا وديفوهات باينه جدا بسبب طبعا عدم الوقوف بشكل صحيح من جانب لاعبي شباب بلوزداد. وده ناتج طبعا على ان هم مش واقفين على خط واحد ولا بانتظام حتى في وضعيه الاستقرار للوضع الدفاعي. شباب الوزداد شكله محفوظ جدا جوه الملعب. انا اتفرجت على اكتر من مباراه ليهم وما لقيتش ان شكلهم بيتغير ولا طريقه الهجمات بتتغير، الا بس حاجه صغيره نسيت ان انا اقولها لك، وهي ان هم عندهم قدره على التصويب من خارج ال 18 بشكل مميز جدا، وده لابد من احتلال مروان عطية واكرم توفيق للمناطق الدفاعيه او ما يتقدم عن الخط الدفاعي بتاع النادي الاهلي للتصدي لكور زي دي، لان هي وارد جدا تكون خطر وتلبسنا الماتش وتبقى مشكله كبيره جدا في قلب القاهره. وسام ابو علي ان شاء الله بنسبه كبيره جدا على موعد مع كسر الصيام التهديفي للنادي الاهلي يوم الاحد ان شاء الله امام شباب بلوزداد. وبينا بقى نطير طبعا على التشكيل المتوقع لمباراه الغد باذن الله. طبعا في مركز حراسه المرمى هيكون معانا محمد الشناوي، من الناحيه اليمين هيكون عمر كمال عبد الواحد، علشان طبعا الناس اللي كانت بتشكك ان في مشاكل كبيره جدا داخل تمرين النادي الاهلي والمشكله اللي حصلت والقيل والقال، كل الكلام ده عاري تماما عن الصحه. وما تصدقش عزيزي الاهلاوي الا الصفحه الرسميه لناديك. طبعا عندنا قلبين دفاع وهم هيكونوا رامي ربيعه ومش ياسر ابراهيم، هيكون اشرف داري طبعا، علشان ياسر ابراهيم بيعاني من بعض الاصابه كده او بعض الشد. من الناحيه الشمال هيكون معانا يحيى عطيه الله، وقدامهم هيكون في 3 طبعا مروان عطيه، قطعا مروان عطيه، وقدامه هيكون اكرم توفيق، ومن الناحيه الشمال هيكون متواجد امام عاشور ان شاء الله يكون في مستواه اللي شفناه على الاقل كده في ماتش باتشوكا. من الناحيه الشمال هيكون حسين الشحات، ومن الناحيه اليمين هيكون معانا بيرسي تاو، ومن الناحيه الهجوميه كقلب للهجوم هيكون معانا وسام ابو علي اللي ان شاء الله يقطع الشباك ان شاء الله في مباراه يوم الاحد. اما عن التوقع للنتيجه فخليها على الله. ولو انت بقى من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تتابع في كل جديد جاي، واخبطنا لايك متين محترم منك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفك على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.